شبه جزيرة جيجل الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط غابة بحرية عذراء وموطن لنباتات خضراء وفصائل نادرة من القردة. إنها ساحل الياقوت الأزرق في الجزائر. نتابع. على ضفاف شبه جزيرة جيجل الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط يزاوج الكورنيش ما بين خضرة الغابة وزرقة البحر، فيلتقيان عند أجراف صخرية مميزة أطلق عليها عازف الكمان الشهير أنطونيو لوسيو فيفالدي اسم ساحل الياقوت الأزرق. كورنيش جيجل هو منطقة من الغابات البحرية العذراء التي تضم مئات من أصناف النباتات المتوسطية كالصنوبر والبلوط، وهو أيضا موطن فصائل نادرة من القردة. يطالب حماة البيئة بإدراج كورنيش مدينة جيجل ضمن قائمة ترشيحات معجزات الطبيعة، ولكنهم ينتقدون حالة التهميش التي طالت هذا المكان السياحي. جفت المياه العذبة التي كانت تتدفق من منابع الكورنيش بعدما كانت تشكل ظاهرة غريبة حينما كانت تنحدر تدريجيا من الكهوف المجاورة لتتوقف مدة 10 دقائق قبل أن تستأنف رحلة التدفق على امتداد 40 دقيقة. أطلب من سلطات الدولة الجزائرية أن تعي اهتمامها لهذه الأماكن، أقول للكورنيش الجيجلي، وأن تخرجه من عزلته إلى عالم، أن ترتقي به إلى مصاف السياحة العالمية. أقول هكذا. فيه لقاء مع زرقة البحر، وأعتقد أنه هذا يعني تمييز حقيقي في جيجل. يستقطب الكورنيش 4000 زائر شهريا يأتون إليه ليتأملوا ما أبدع الخالق من جمال قد يوصل ذات يوم أبوابه في وجه عشاقه نتيجة اللامبالاة. رفيق بخوش، MBC، مدينة جيجل.